كانت هناك امرأة عجوز كبير في السن في مكة تحاول أن تحمل حزمة من الحطب، ولما رآها رجل اتجه نحوها وقال لها: دعيني أحمل عنك، ثم أعطته إياه فحمل عنها ذلك الحطب، فقال لها: دليني على دارك. وكان الطريق طويل والرمال ملتهبة والشمس حارقة، فلما وصل إلى منزلها قالت له: يا بني، ليس لدي ما أكافئك به، ولكني سأسدي إليك بنصيحة. أي إنسان لابد أن يتعب، لابد أن يصنع لك شيء، لابد أن تكافئه. فأرادت هذه المرأة العجوز أن تكافئه لما رأته يتصبب عرقها. هذه النصيحة ستكون غالية إذن، هي مقابل مكافأة، هي مقابل مبلغ مالي. قال لها: أسمع إليك. ما هي هذه النصيحة؟ قالت له: إن عدت إلى مكة أو رجعت إلى مكة إلى قومك في مكة، هناك رجل ساحر يدعي النبوة يقال له محمد، إذا رأيته فلا تسمع إليه ولا تصدقه. قال لها: لماذا؟ قالت: لأنه ساحر، لأنه كذاب، لأنه كذا وكذا، مجنون. ابتسم ذلك الرجل أو ذلك الشاب وقال لها: أولو كنت أنا ذلك الرجل؟ قالت: إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله. عظمت الأخلاق فعظمت المكاسب. ليس هذا فحسب، يأتي أعرابي إلى مسجد النبي ويبول، فيقوم عمر شاهرا سيفه وأبو بكر وعلي وعثمان كل يريد قتله. كيف يبول في مسجد النبي في مكان كهذا؟ النبي قال لهم: الفتوا أنظاركم عنه، ابعدوا أنظاركم عن الرجل ودعوه يكمل بوله. ولما أتم بوله أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول له: يا هذا، هذه الأماكن لم تبنى لهذا، وهو يبتسم. فقال هذا الرجل لما أتى والنبي يصلي قال: اللهم ادخلني الجنة أنا ومحمد ولا تدخل معنا من هؤلاء أحدا أبدا. لما النبي أتم صلاته قال: إذا به يسأل عن القائل فيجده ذلك الرجل الذي بال، ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد. لما وجده ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد ذهب إليه النبي وهو يبتسم وقال له: يا هذا، جنة الله واسعة، تسعني أنا وأنت أبو بكر وعمر، تسع الكل. نعم، نبي الأخلاق، نبي الرحمة، صدق الله العظيم عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس هذا فحسب، بل يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يتأمل ذات يوم في جنازة يهودي فيبكي. يقول له الصحابة: يا رسول الله، هذا يهودي، ما لك وماله؟ يا رسول الله، لماذا تبكي؟ هي جنازة يهودي وانتهى الأمر. قال: والله إني كنت أتمنى أن يكون صاحب هذه الجنازة هو من أهل النار، وكنت أتمنى أن يكون من أهل الجنة. أخلاق النبي كثيرة، لا تبخل بالصلاة عليه، فهو شفيعي وشفيعك، حبيبي وحبيبك، هو الذي يوم القيامة يوم لا ينفع أحد يذهب يشفع إلي وإليك. صلي عليه.